يبان ليكم ان انا في فرنسا، بس انا الحقيقه في السويس وبالتحديد في بورتوفيق. هنا منطقه فيلا البورتوفيق اللي بقالها اكتر من 100 سنه، اكيد ليها قصه وحكايه. قصتها وحكايتها ايه؟ بص يا سيدي. بعد افتتاح قناه السويس، وبما ان الفرنسيين كانوا هم المسيطرين على القناه، فقالوا يبنوا الفيلل دي على الطراز بتاعهم اللي هو الطراز الفرنسي او طراز الريف الفرنسي. فبنوا الفيلل دي تقريبا 109 فيلا، بنوها سنة 1920. افتتاح قناة السويس كان سنة 1856، والفرنسيين بنوا الفيلل دي علشان تكون قريبة من قناة السويس، وطبعا كانوا فاكرين ان هم هيبقوا مسيطرين على القناة وهيعيشوا في مدن القناة طول عمرهم زي اسماعيلية وبورسعيد. ما هي نفس الفيلل دي مبنية في اسماعيلية وبورسعيد على ايد الفرنسيين برضو، وكنت عملت لكم ليها حلقة قبل كده. ومن كتر ما فكرة البقاء كانت مسيطرة عليهم، بنوا الفيلل زي بتاعة الريف الفرنسي من حجر القرنيد اللي مش بيملح، وفي الشتاء بيكون دافي وفي الصيف بيمتص الحرارة. علشان كده سكن مميز في الريف الفرنسي، لحد ما جه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عمل لهم مفاجأة، وقال في خطاب التأميم الشهير جدا: باسم الأمة رئيس الجمهورية مادة 1، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. رئيس الجمهورية مادة 1، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ومن بعد التأميم اتحولت الفيلل دي كلها من سكن للأجانب والفرنسيين لسكن للعمال المصريين اللي شغالين في هيئة قناة السويس لحد يومنا هذا. على فكرة السويس حلوة جدا، دي بقت خلاص لازم هاجي هنا على طول. عايزة اقول لكم ان المكان هنا جميل جدا وفيه راحة نفسية فظيعة، كأنك خرجت بره الواقع. يعني هنا هدوء، فيه هدوء، وشارع راقي جدا ونظيف جدا، ومنظر الفيلل اصلا بالمكان الهادي ده يديك احساس فعلا ان انت بره مصر. بجد المنطقه هنا حلوه، اللي يجي السويس لازم يجي يزور المنطقه هنا ويتصور صور كتير، لان الصور هنا رائعه. بس كده، دي كانت حكايتنا النهارده، ونقول توته توته خلصت الحدوته. اكيد بقى ان شاء الله باذن الله الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايكات كتير وفولو شير على قد ما تقدروا عشان غيركم يستفاد. استنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، سلام.